السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. وحشتوني جدا، بقالي كتير يعني مش بصور الصراحة. بس شوية ظروف كده. ان شاء الله هرجع اصور لكم تاني. كل اللي انتوا عايزينه ان انا اعمله لكم اكتبوا لي في التعليقات. اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين ايه وانا اعمله لكم بالظبط. احنا دخلنا خلاص بقى، بقينا بجو الشتاء ولازم نعمل السحلب، او لازم بدل ما نروح نشتري السحلب واحنا عارفين ان اسعاره غلت جدا بسبب غلو الاسعار والكلام من ده، لا احنا هنجيب الحاجه هنا وهنعمل وهنوفره جدا. يعني اقل برطمان دلوقتي بقى حاجه و30 او حاجه و40، لا احنا هنعمل منه كميه كبيره جدا تقعد عندنا طول الشتاء واكتر، وممكن يتفضل منها للشتاء اللي بعده كمان. هنعمل مع بعض المكونات بتاعته بكل سهوله ببساطه جدا. ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب وينصرهم على الحق. تعالوا بقى بينا مع بعض نعرف ايه هي المكونات. الكوبايه اللي هتعايري بيها هي دي اللي تعايري بيها. عايزه تعملي الكميه ديت، عايزه تعملي كميه اقل، على حسب انتي وحريتك. انا هقول لكم على المقادير وانتي بقى بتقللي او بتزودي فيها على حسب راحتك انتي. فانا معايا من كل حاجه كوبايه. معايا كوبايه سكر بودر، معايا كوبايه من النشا، معايا كوبايه من جوز الهند، معايا كوبايه من دقيق الرز. مش لازم اللي انت تشتريه من بره. شويه رز بتغسليهم كويس جدا وتسيبيهم ينشفوا خالص، وبعدين بتطحنيهم في المطحنه بيبقى معاكي دقيق الرز اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. معايا كوبايه من اللبن البودر. معايا هنا 3 معالق من كريم شانتيه، انا بحب هي دي اضافه، ممكن تضيفيها وممكن لا. معايا سوداني، ممكن تضيفي اي مكسرات انت حباها. معايا سمسم، ومعانا هنا فانيليا. تعالوا بقى مع بينا مع بعض هنكون المكونات دي كلها مع بعض. هنفرغ كده اللبن البودر، ممكن تعملي نص الكميه عادي، يعني ده حاجه ترجع لك انتي. وهنضيف عليها الدقيق الرز، هنضيف عليها جوز الهند. اصلا هيعمل معانا كميه كبيره جدا، يعني بجد لازم تجربوها وبيطلع في منتهى الجمال واحلى كتير كتير من اللي بنشتريه من بره. وادي كوبايه النشا، وادي الكوبايه بتاعت السكر البودر، وادي السمسم. فرغ نصه كده والنص نحطه على الوش. وادي برضو الزبيب، وادي السوداني. نحط شويه وشويه على الوش. وادي المعلقتين ال3 معالق من كريم شانتيه اللي احنا قلنا عليهم، بيدوا طعم جميل جدا يا جماعه للسحلب. وهنضيف حوالي كده معلقه صغيره من الفانيليا زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنبدا بقى ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعض. بجد 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 لازم تجربوه يا جماعه، ريحته وبيبقى طعمه في منتهى الروعه والجمال، واحلى من اللي بتشتريه من بره كمان. هنقلب بس كل المكونات كده مع بعضها. بقى عندنا بسم الله ما شاء الله اكتر من كيلو سحلب اهوت يا جماعه، بمكونات يعني يعتبر موجوده كلها عندنا في البيت زي ما احنا شايفين اهو. خلاص قلبنا كل المكونات كده مع بعضها، كلها اتجانست مع بعضها. شايفين بسم الله ما شاء الله كميه كبيره تفضل عندنا فتره طويله جدا. اي بقى برطمان عندك بتجيبيه وتعقميه وتعبي فيه. انا معايا برطمان اهوت هعبي فيه واوريه لكم. بسم الله ما شاء الله البرطمان ده حوالي اكتر من كيلو. ممكن بقى على الوش كده بنضيف بقى الزبيب، نضيف مثلا شويه من السمسم، ونضيف بقيه السوداني. وعملنا احلى برطمان سحلب ونقفل عليه بس اهو. وادي السحلب بتاعنا خلص. شايفين بقى جمال السحلب
انا اي برطمانات عندي يا جماعه بتتفضل بحتفظ بيها الصراحه، بعين فيها وبحتفظ بيها وبغسلها وبعينها. وده كان السحلب بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.